صديقي العزيز، اهلا بيك في فيديو جديد. يا رب تبقى بخير. طيب البلاي ليست دي لمين؟ البلاي ليست دي لاي طفل حابب ان هو يبتدي في مجال البروجرامنج عامه، وخصيصا لغه بايثون. والبلاي ليست دي موجهه خصيصا للطلبه بتاعتي في ليتس ليرن اكاديمي عشان يقدروا ان هم يراجعوا على اللي احنا خدناه قبل كده. طبعا هتفتح اي كومبايلر انت عايزه، مفيش اي مشكله، سواء هتفتح اونلاين جي دي بي اللي احنا بنستخدمه في السيشنز، او هتفتح فيجوال ستوديو، او هتفتح اي حاجه، مفيش اي مشكله. طيب انا عن نفسي بستخدم فيجوال ستوديو كود. ايا يكن، لو هتلاقي الالوان عندك مختلفه عن عندي مفيش اي مشكله، اهم حاجه انك انت تبقى بتكتب كل حرف انا بكتبه صح. غير كده فكره الالوان دي مش مهمه خالص، كل كومبايلر وبيبقى ليه طريقه تعامله مع الكود في حته الالوان دي. فيلا بينا على طول نروح على الكومبايلر بتاعنا، نروح على الكمبيوتر ونبدا كودينج. طيب اول حاجه احنا خدناها، لو انت فاكر، احنا خدنا ازاي نعمل برنت نطبع. ايوه احنا فعلا بنطبع. طيب بنطبع ازاي؟ بص يا معلم، مجرد ان احنا نكتب كلمه برنت عادي خالص، انا بكتب كلمه برنت اللي بالانجلش. طيب جميل جدا. بعد كده والله انا بفتح براكتس. ايه ده؟ بفتح براكتس ازاي؟ شيفت ورقم 9 من الكيبورد عشان يعمل لي القوسين اللي بقدر اكتب جواهم. حلو جدا. طيب علشان اطبع سترينج، فوالله عشان اطبع سترينج انا محتاج احط الكلام اللي انا هكتبه ده ما بين علامات تنصيص او الدبل كوتيشن. طيب كنا بنجيبها منين؟ والله كنا بنجيبها من شيفت وحرف الت. طيب بص كده، انا بقيت واقف جوه القوسين بتوعي وعملت شيفت وحرف الت، فهو عمل لي علامات التنصيص. انا اعمل لك زوم ان بس عشان تبقى قادر ان انت تشوف. فهو عمل لي علامات التنصيص بتاعتي. حلو قوي. اي حاجه هتكتبها ما بين علامات التنصيص دي هتكتبها زي ما هي بالظبط. ليه؟ علشان ده سترينج. السترينج بيطبع زي ما هو بالظبط. طيب ليه هو سترينج؟ والله هو سترينج عشان هو ما بين الكوتيشن ماركس او ما بين علامات التنصيص. حلو قوي. طيب ممكن تجرب ان انت تكتب اسمك. انا عن نفسي هكتب اسمي، او مثلا هكتب مثلا لايك مثلا and subscribe. طيب تعالى نعمل رن. ازاي هنعمل رن؟ والله في الكومبايلر اللي انا بستخدمه، فانت في علامة تشغيل كده، انت اكيد عندك علامة تشغيل او عندك كلمة رن. لو بتستخدم اونلاين جي دي بي فانت طبعا عندك الزرار الاخضر اللي فوق اللي بتدوس عليه فبيرن الكود بتاعك. فتعالى نرن. واتفقنا ان هو لما يرن هيرن في الشاشة السوداء اللي اسمها التيرمينال. تعالى كده نبص على الشاشة السوداء. ايه ده؟ ده والله فعلا عمل رن وطبع لي الكلمة اللي أنا كتبتها هنا. طيب حلو قوي. طب لو غيرت دي بأي حاجة تانية، يعني لو كتبت هنا مثلا أحمد سامح وجيت عملت ران تاني، فوالله برضو هو هيطبع لي هنا أحمد سامح. طيب جميل جدا. طيب بعد كده خدنا إيه؟ والله بعد كده قلنا إزاي ناخد انبوت من اليوزر. أنا دلوقتي عرفت إزاي هطلع حاجة لليوزر، عايز بقى أعرف إزاي أستقبل حاجة من اليوزر. جميل جدا. طيب عشان نستقبل حاجة من اليوزر لازم نخزن الحاجة دي جوه متغير. سمعت الكلمة دي قبل كده لما كنا بناخدها في سكراتش، لما قلنا ان المتغير هو عامل زي الشنطة اللي بنخزن فيها حاجات. عندنا انواع كتيرة من الشنط، وعندنا انواع كتيرة من الحاجات اللي بنخزنها جوه الشنط. زي مثلا ما ينفعش اقول لك هات الشنطة بتاعت الظهر بتاعتك وحط فيها الشاشة، طبعا مش هتيجي. بس ينفع اقول لك هات شنطة سفر وحط فيها الشاشة عادي، علشان شنطة السفر كبيرة فهتستقبل الشاشة الكبيرة عادي. طيب عشان نعمل فاريبل او نعمل متغير، والله كل اللي هنعمله ان هنكتب اسمه. فانا مثلا هكتب num1، وده اول مثال احنا عملناه في اول سيشن لو انت فاكر. طيب num1، والله هقول له num1 ده بيساوي علامة الايكوال دي، معناها ان انا هاخد الحاجة اللي هنا ايا يكن اللي على اليمين ايا يكن هي ايه، وهخزنها في الحاجة اللي على الشمال. هاخد الحاجة اللي على اليمين سواء هي قيمة او سترينج او رقم او اي حاجة، واخزنها في الحاجة اللي على الشمال. طيب حلو جدا. طيب تعالى دلوقتي نعرف ازاي بقى نقول للكمبيوتر استنى لحد لما اليوزر او المستخدم اللي بيستخدم البرنامج هو اللي يدخل حاجة بإيده. طيب إزاي هنعمل كده؟ والله إدخال يعني input. طيب إيه رأيك نكتب كلمة input؟ جميل جدا. طب وبعد لما كتبنا كلمة input، والله تعالى كده نفتح 2 براكتس جداد اللي هو بشيفت ورقم 9. بس كده، مجرد ان انت كتبت input الكمبيوتر هيستنى اليوزر عشان اليوزر ده يدخل له حاجه. حلو جدا، هو ده اللي احنا عايزينه.
طيب بعد كده والله بعد كده انا هنزل كده تحت وهعمل num2 وهقول له برضو ان num2 ده بيساوي input. طيب وبعد كده والله بعد كده انا هعمل variable جديد، الفاريبل ده اسمه sum، وsum ده بيساوي num1 زائد num2. ماشي كتبنا 2 زائد بس نمسح واحده بس كده. طيب حلو جدا. وبعد كده والله بعد كده انا هعمل برنت للصم. طيب حلو قوي، معنى كده ان انا عملت كالكوليتور بسيطه جدا بتاخد رقمين من اليوزر بتجمعهم على بعض وبعد كده بتطبع الناتج بتاعهم. طيب حلو قوي، احنا دلوقتي عملنا رن، جميل جدا. طيب بعد الرن، طيب هو دلوقتي مستني مني ايه؟ او ليه مفيش حاجه ظهرت لك وظهرت لي؟ والله مفيش حاجه ظهرت لك وظهرت لي عشان احنا في اول سطر هنا ما عملناش برنت. احنا قلنا له ان عندنا فاريبل والفاريبل ده بيساوي انبوت من اليوزر، فهو دلوقتي مستنيني ان انا ادخل له رقم. جميل جدا، تعالى ندخل له رقم. انا مثلا هدخل له دلوقتي 5 وادوس انتر، مستني مني ان انا ادخل له الرقم الثاني. طيب تعالى ادخل له 5 تاني، فمعنى كده ان 5 زائد 5 فدي بتساوي 10. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. انا دخلت 5 تاني ودوست انتر، ايه ده جاب لي 55. فاكر يا معلم لما كنا بنقول ان احنا لو عندنا 2 سترينج وحطينا ما بينهم علامة الزائد فهو بيحطهم جنب بعض؟ يعني لو عندي احمد وعندي كلمة سامح، الاتنين دول سترينج وما بينهم علامة الزائد، فمعنى كده ان هيحط احمد دي جنب سامح. ده بالظبط اللي حصل هنا، ان هو دلوقتي اي انبوت بياخده من اليوزر هو بيعتبره سترينج لحد لما انت تيجي تقول له لا انا مش عايز ده سترينج والله عايز احوله لانتجر، عشان احنا اتفقنا ان اي عمليات حسابيه هنعملها سواء على الانتجر او هنعملها على الفلوت. جميل جدا. طيب انا والله عندي طريقتين. اول طريقه ان انا اجي عند الفاريبل لما كنا بنقول ان الاسم الفاريبل مثلا اللي هو num1 بيساوي input، لا المره دي هقول له num1 بيساوي int وافتح الاثنين براكتس بتوعنا، وما بين الاثنين براكتس دول هكتب كلمه input واعمل لها برضو القوسين بتوعها. حلو جدا كده، انا حولت على طول القيمه اللي جايه لي من اليوزر دي حولتها لانتجر. حلو قوي. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ والله الطريقه الثانيه ان انا عادي خالص اسيبها سترينج وهي هتفضل متخزنه سترينج، بس لما اجي اجمع الرقمين هنا انا هحولهم لانتجر. عشان احولهم لانتجر هكتب int وهفتح قوسين وهحط الاسم الفاريبل بتاعي جواها بنفس الطريقه دي. طيب تعالى كده نمسحهم ونكتبهم تاني مع بعض. هكتب int والله هفتح قوس وهكتب num1 ده اسم الفاريبل بتاعي، وبعد كده هطلع بره القوس عادي خالص وعلامه الزائد، وبعد كده هكتب int تاني وهفتح برضو القوسين تاني وهكتب num2 اللي هو اسم المتغير التاني. دلوقتي لما نيجي نشغل الكود بتاعنا ونيجي نقول احنا والله هندخل لك 5 وهندخل لك 5، هيقول لك ان الصم بتاعهم بقى 10 زي ما انت شايف كده. دخلنا له 5 قال لك الصم 10. طيب لو دخلت له اي رقمين تانيين، والله لو دخلت له اي رقمين تانيين زي مثلا 20 و10، 20 زائد 10 بكام؟ 30، وندوس انتر فهيديك يقول لك 30. طيب ايه رايك نعمل حاجه احلى شويه؟ ايه رايك نيجي في القوس هنا بتاع الانبوت ده ونكتب جوه علامات تنصيص، وجوه علامات التنصيص دي نقول له ايه؟ نقول له انتر فيرست نمبر. ده بالظبط اكنك جيت كده قبل السطر ده وقلت له والله اعمل لي برنت وقول له انتر فيرست نمبر. دي اللي انا عملته هنا هو نفس اللي انا عملته هنا، بس اللي انا عملته في السطر رقم 2 ده هو اختصار. بدل ما اكتب فوق برنت، لا انت تقدر جوه الانبوت تكتب علامتين التنصيص وهو هيعمل لها برنت لليوزر. حلو قوي. طيب تعالى نجرب كده، بس تعالى برضو نيجي هنا عند الانبوت ونكتب علامات تنصيص تاني ونقول له انتر سكند نمبر. وخلي بالك لو اي سطر فاضي زي كده ما فيهوش اي مشكله، عشان السطر الفاضي الكومبايلر اصلا مش بيشوفه. بس لو جيت مثلا عند الانبوت واخدت سبيس ما بينها وما بين القوسين بتوعها وجيت تعمل ران هيجيب لك ايرور، فخلي بالك قوي من الحته دي. طيب حلو قوي. طيب حلو جدا، تعالى كده نعمل ران ونشوف. فوالله انا هعمل ران، ايه ده؟ قال لك فعلا انتر فيرست نمبر.
تعالى ندخل له 10، ده اول رقم وندوس انتر. قال لك انتر سكند نمبر، جميل جدا، تعالى ندخل له 10 تاني. 10 زائد 10 بكام؟ 20، برافو عليك. دوس انتر تاني وفعلا ادانا رقم 20. فبكده تقريبا رجعنا على اول سيشن بطريقه سريعه جدا. ولو في اي حاجه واقفه قدامك اكتبي في الكومنتس او ابعت لي على الجروب بتاعنا، واشوفك في الحلقه الجايه. وما تنساش عشان مهم جدا ان انت تطبق اللي احنا عملناه النهارده ده بايدك.